ازيكم؟ الطريقه دي من افضل الطرق اللي ممكن نحضر بيها البسبوسه. يعني لو البسبوسه مش بتظبط معاكم، بتطلع ناشفه او مشققه، مش بتشرب العسل، يعني مش شبه البسبوسه اللي احنا متعودين عليها، يبقى الطريقه دي تعملي بيها البسبوسه وانت مغمضه، صدقوني النتيجه يعني هتنبهروا بيها. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنعمل العسل او الشربات بتاع العسل، كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه، ونفس الكوبايه اللي هنعاير بيها السكر هنعاير بيها الميه، ونص عصير ليمونه. هنسيبه بقى على النار لمده 5 دقايق، عايزين بس شربات خفيف. البسبوسه اللي احنا هنعملها 3 كوبايات من دقيق البسبوسه، كوبايه الا ربع من الزبده او من السمنه، ويكون نوعهم كويس. والافضل ان احنا نعملها بالزبده، وطعم البسبوسه هو نفس طعم الزبده اللي احنا هنعمل بيها البسبوسه. يعني لو الزبده طعمها حلو، البسبوسه هيكون طعمها حلو جدا. بعد كده هنسيبها على جنب، وهنجيب كوبايه من اللبن، كوبايه بقى تكون كده فيها قشطه، يعني حليب بخيره زي ما بيقولوا، نص كوبايه من السكر، وكمان معلقتين كبار من العسل الكلوكوز. العسل الكلوكوز بيدي للبسبوسه طراوه، وبيخلي قوامها مظبوط جدا، وكمان بيديها لون حلو. هنقلب بقى كل الكلام دوت، هندخله الميكروويف على لمدة 5 دقايق. عايزين بس اللبن، او ممكن على البوتاجاز، عايزينه بس يكون دافي، مش عايزينه اللي هو سخن، او عايزين بس السكر يدوب كده وعسل الجلوكوز. بعد كده هنضيفه على البسبوسة ونقلب بقى، لكن ما نقلبش مدة طويلة، هو بس البسبوسة تشرب السوائل اللي احنا عملناها، يبقى تمام جدا. هنجيب بقى صينيه يكون الحواف بتاعتها قصيره، يعني ما نحطش في صينيه يكون الحواف بتاعتها عاليه علشان هتشقق معاكم. دي افضل صينيه ممكن تستخدموها للبسبوسه. وقوام البسبوسه بيكون اكتر للسائل، يعني ما بيكونش ان هي جامده او بيكون ناشفه، لا بيكون كده زي ما انتم شايفين. بس هنخبطها كده خبطتين، هتلاقوا البسبوسه كلها اتوزعت معانا في القالب. هندخله بقى الفرن على درجه حراره 200 لمده 25 دقيقه، او ممكن اخر 5 دقايق نولع الشوايه ما تاخد اللون الحلو دوت. ممكن كمان نغمقها اكتر من كده، لكن الكاميرا اللي مبيناها اللي هي افتح شويه. والشربات يكون سخن، وكمان البسبوسه تكون سخنه. بصوا بقى، انا مش هقطع ولا اي حاجه خالص من الجزء دوت، عشان تشوفوا قد ايه هي بسرعه شربت العسل، بسرعه جدا تعرفوا ان هي بسبوسه ناجحه طريه جدا. يعني لما ما تشربش العسل تعرفوا ان دي بسبوسه مش مظبوطه، لكن لو شربت العسل بسرعه تعرفوا ان هي بسبوسه ناجحه. هنسيبها بقى لمده ساعتين او 3 لحد لما تبرد تماما. هندهن بقى وشها كده زبده، زي ما احنا بنشوف طبعا لما بنشتري من اماكن محلات الحلواني، بيكون السمنه او الزبده بتكون باينه على الوش، لان بعد ما بيعملوها بيدهنوا على وشها زبده، وبتديها طعم كمان حلو جدا. بصوا بقى الجمال يا جماعه، يعني القطعه كده طالعه بقطعتها. انا كمان ما سبتهاش تبرد، يعني لو كنت سبتها تبرد كانت هتبقى احلى من كده، لكن انتوا عارفين انا دايما مستعجله، ودايما بناكل الحاجه بسرعه وهي سخنه. بس بصوا كمان لونها من تحت حلو جدا، ولونها من فوق حلو جدا. لو عايزين تغمقوها سنه صغيره عن كده يبقى تمام، بس انا زي ما قلت لكم الكاميرا جايباها ان هي افتح شويه من الطبيعي، يعني من لونها الحقيقي. بصوا يا جمال الجمال بقى، وحته قشطه كده على الوش. يا سلام بقى لو عملنا كده قطعتين دبل كده وحطينا قشطه من النص، بتبقى بجد خطيره. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.